العرب أكرم الناس نسبا وأعلاهم خلقا، أهل الأخلاق ومعادن الرجال، أهل الشعر والفصاحة والحرب والبلاغة. استمع. أول من وضع قوانين جراحة الأعصاب والقحف والسحايا والجراحة التجميلية للفك والأسنان، ووضع خريطة مرسومة مفصلة للأعصاب وللعضلات وللعمود الفقري، وأوجد علاجات لأمراض الرحم والدم، ووضع أسس علم الدواء والعلوم الصيدلانية وآلية استخراج الدواء وصناعته وعلوم التخدير هم العرب المسلمون على يد العلماء. أبو القاسم الزهراوي في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف، ابن سينا في كتاب القانون، علي بن عباس الأهوازي، موفق الدين البغدادي، أبو بكر الرازي في كتابه الحاوي، وكتبهم شكلت المرجع الأول في حضارة الغرب الحالية. واضع علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتخطيط العمراني وفلسفة الدول من التأسيس حتى الانهيار هو العالم ابن خلدون الذي يقدسه الغرب بشكل لا يوصف، وكتبه تعد مرجع للجامعات الأوروبية. ابن النفيس الدمشقي هو أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى وعلم وظائف الأعضاء وعلم تركيب الأدوية، الذي تتلمذ على كتبه الإيطالي أندريا الباغو وويليام هارفي. كان أرسطو، بطليموس، أقليدوس لديهم مفاهيم مغلوطة عن العين والرؤية. فكان العالم المسلم ابن الهيثم وعلم البصريات، ولولاه لما كنت أنا الآن أصور لكم بالكاميرا، ولولاه لما عرفت البشرية قواعد فيزياء انكسار الضوء وزواياه، وعلم العدسات المقعرة والمحدبة، وأبدع في الرياضيات وعلم الفلك. وكرمته أوروبا بأن وضعت اسمه على سطح القمر عام 1999 وسمت كويكب باسمه. ابن رشد ويسميه الغرب أفيروس، واضع أسس ومبادئ علم الفلسفة، وكان من تلاميذه الذي درس كتبه الفيلسوف الأوروبي بوتيوس، ويعتبره الأوروبيون أباهم الذي علمهم الفلسفة. وراجعوا كتب جورج سارتون، والذي قال عنه أن كتب ابن رشد نقلت أوروبا من الظلام إلى النور. بالنسبة لعلوم الكيمياء والمعادن، ويعتبره الغرب الإمام الأول في هذه العلوم، ويسمونه جبر أو يبر، ولولاه لما عرفنا الوسط الحمضي والقاعدي وحمض الكبريت والنشادر والزئبق. وهو أول من اكتشف مبدأ علم إحياء الخلية وعلم السحر بواسطة مواد الكيمياء. ومستحيل أن تجد اسم مصطلح كيميائي بدون التعريف العربية أو الاسم الذي وضعه جابر بن حيان، وينسب له الفضل في اكتشاف الحبر والورق وطلاء المنازل، وهو أول من اكتشف الصودا وماء الذهب. وقال عنه الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس باكون بأنه أول من علم وعلم علم الكيمياء. العرب هم أهل الرياضيات وأسيادها بالجبر، الهندسة، اللوغاريتم والمعادلات الرياضية والتفاضلية والأرقام والصفر والجذور، ولولاهم لما تم اكتشاف الأجهزة المتطورة الحالية والصواريخ وهندسة بناء الأبراج. ويعود الفضل بذلك للعالم الخوارزمي. العرب المسلمون أول من صنع الساعة المائية وساعة الرمل ذات المنبه والاسترلاب وجهاز تحديد الاتجاهات في السفن. أول من صنع الزجاج هم العرب، وقواعد الطابعة الحبرية، وأول من حاول الطيران الشراعي، وأول من أسس رقص الإيقاع، وأول من اخترع غرفة فيها كل الأجرام السماوية بدقة متناهية على يد عباس بن فرناس. ويكفي أن تقول بنو أمية والأندلس ليقف العالم كله دقيقة صمت إجلالا لهم. ويكفي أن الراكب الإفرنجي يعرف من مسيرة يوم وليلة أنه قد اقترب من الأندلس من إشبيلية أو جامعة قرطبة بسبب رائحة العطور الفواحة. أول من وضع أسس علم الفلك وأسماء الكواكب ورسم الخرائط وعلوم الرحالة هم العرب. والعرب أول من اخترع مفهوم الجامعات وقبعة خريج الجامعة والتي يضع عليها المتخرج القرآن الكريم، ليتذكر دوما أن فوق كل ذي علم عليم. والأسماء لا حصر لها هنا في هذا البال. يقول توماس أرنولد: كانت العلوم الإسلامية هي في أوج عظمتها تضيء كما يضيء القمر فتبدد غياهب الظلام الذي كان يلف أوروبا في القرون الوسطى. ويقول جورج سارتون في كتابه مقدمة في تاريخ العلم: إن الجانب الأكبر من مهام الفكر الإنساني اطلع به المسلمون، المسعودي أعظم الجغرافيين والطبري أعظم المؤرخين. كنتم خير أمة أخرجت للناس وما زلتم.